بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ حتة رنجة كده جميلة وحلوة تفتح النفس مع البصل الجميل بطريقة تحفة، ولا شوية البطاريخ مع العيش الجميل. ايه رأيكم في اكلتنا النهاردة الحلوة؟ ما يلا بينا بقى نخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك، ونشوف احلى اكلات واحلى وصفات واحلى رنجة عملناها بطريقة حلوة وجميلة وعملناها ازاي. يلا بينا يلا بينا. حبايب قلبي، مساء الخير والهنا والسعادة والسكر الزيادة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا دايما في احسن حال يا رب العالمين. بصوا بقى انا عملت ايه. طبعا كله قرفان من اللحمة ويقول لك لا كفاية لحمة وكفاية قوي كده. احنا معانا النهاردة الصينية دي كده بالمنظر ده، سخنتها قوي ورحت حاطه الرنجة كده ولا بحط اي شيء تاني فيها. بصوا الرنجة تنزل الزيت بتاعها وتستوي كويس. دي احسن طريقه بدل ما انت تبهدلي البوتاجاز. اهي بصوا، بصوا الجمال بتاعها بدل ما تبهدلي بوتاجازك. اهي المنظر ده تستوي بقى براحتها وتستوي كده وتبقى جميله وتبقى طعمها حلو قوي. ماشي، الرنجه كده اهي بتفتح نفسها بنفسها زي ما انتوا شايفين، وتنزل زيتها، تنزل اي حاجه في قلب الصينيه والصينيه تتغسل. دي معلومه حبيت بس اعرفها لكم، اقول لكم ان احنا نحافظ على البوتاجاز مهما بتغسليه تبقى ريحه الرنجه فيه. كده هي الرنجه تستوي، هنضفها لكم واوريها لكم واوريكم طريقتها الحلوه الجميله وتقولوا لي ايه رايكم. ماشي حبايب قلبي، خلصت. ايه رايكم؟ بصوا بقى الرنجه، بصوا بنضفها ازاي وبصوا حلوه وجميله ازاي. الحته بحطيتها كده على الاكل بدون شوكه بدون اي حاجه. هنا حطيت البطاريخ وحطيت حتتين جلد، انا بحب اكله المحمر ده مع العيش الجميل الحلو مع البصل. البصل ده يا جماعه تحط عليه شويه ملح وشويه سكر وليمونه وشويه خل صغيره وشويه ميه صغيره وقلبوهم مع بعض وكلوا. شويه السكر بيخليه طعمه حلو قوي وجميل جدا وبيخليه في مكان تاني خالص. ايه رايكم في الاكله الحلوه الجميله دي؟ طبعا اقول لكم ايه، تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك، واشوفكم في كل جديد واشوفكم في كل حاجه حلوه وفي الهنا والسعاده يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.